يا صباح الورد والفل والياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. يلا بقى كده، انا قمت الصبح بدري ورحت السوق. الخضار هناك في منتهى الجمال، والحاجه جميله وطازه واسعارها حنينه قوي. إيه، كل واحده فينا كده تقوم تتنشط وتشوف هتجيب ايه من السوق. اي حاجه موجوده دلوقتي هتتخزن، لان احنا في شهر طوبه، وشهر طوبه احلى خضار فيه. تمام. يلا كده بقول لكم انا عملت ايه بسرعه، وان شاء الله يا رب يكون الفيديو فيه معلومه ولو واحده بس تستفادوا منها. انا هكون مبسوطه قوي. بصوا بقى، انا عندي حله كبيره كده فيها ايه، يعني نص كوبايه زيت ومعلقتين سكر. اول ما يبتدي بس السكر يسيح سنه، هنزل عليه بطماطم انا كنت مصفياها. لازم بعد ما اضربها في الخلاط تصفيها، ما تحطهاش بقشرها. تمام، عشان طبعا البيت يعني المعده اي حد عنده مشكله في المعده يعني، ان شاء الله تكون الطريقه دي كويسه ليه. تمام كده. هنا بقى سيبها على النار مع نفسها. هنا بقى كان عندي بسلة فصصتها، وكان عندي جزر، وكان عندي بطاطس، وكان عندي كوسة. يعني أي خضار بلاقيه، الخضار اللي انت بتلاقيه يعني بتحبيه هاتيه. مش لازم أكون حاجة أنا عاملاها، لأ، انت جيبي اللي انت عايزاه. أنا هنا كده من محبين شوربة الخضار. هحط من كل حاجة حاجة شوية صغيرين، وهعمل 3 4 أكياس شوربة خضار. أنا بعشقها جدا. تمام. هنا بقى هوريكم الكيس هيتقفل بقفلتين. انا ممكن كده الفه واتني نص زياده البسه فيها، دي كده قفله تحفظي بيها الحاجه كويس. وبرضه هعمله القفله التانية العاديه. انا كده اوريكي طريقتين، والطريقه اللي تناسبك اختاريها. اهو كده طريقه، والطريقه التانية ان انا هربطه كده، بس هطلع منه اهم حاجه الهواء، وهبططه كده عشان لما اجي ارصه فوق بعض ما ياخدش مكان. اعملي بقى اللي انت عايزاه، يعني كيس 2 3، مالكيش شوربه الخضار ما تعمليهاش. يعني انا بحب اعمل الحاجات دي قوي. تمام. حطيت البطاطس وكوسه، والحاجه اللي ما بتحبهاش قليها. يعني انا ما بحبش البسله في شوربه الخضار كتير قوي، فبقلها يا دوب حاجات بسيطه قوي. تمام. اهم حاجه تخرجي الهواء منها. اهم بقى معلومه، اي حاجه انت بتفرزيها بتقطعي الكيس وتحطيها على النار على طول، ما تخليهاش بره تفك. طالما قعدت بره فكت هتسود منك وهتبقى مش حلوه خالص. يعني لازم متجمدة على الحلة، سواء كان خضار أو شوربة خضار ينزل على الشوربة، ولو كان خضار ينزل على الطماطم على طول. هنا بقى كده من كل حاجة تحط حاجة. هربط كيسي كويس. تمام كده. كده عملت حوالي 3 أكياس شوربة خضار. دول يقعدوا معايا السنة كلها. يعني كل ما اشتاق لها أطلع كيس. تمام. عندي بقى البسلة، طبعا عشان البسلة الموسم بتاعها يعني هي مفرطة قوي وما بتقعدش كتير. وبرضو عندي الكوسة هنا، وعايزة بقى معلومة للناس اللي تقول الكوسة بتسود، لا. الكوسة دي من أحسن الحاجات اللي بتتخزن وتقعد من السنة بحالها في التلاجة وسنتين كمان. المهم بعد ما تطلع من التخزين بتتقطع على طول على التسبيكة بتاعتها. ما بتستناش بره ولو دقيقة واحدة، وهتفضل محتفظة بالخضار بتاعها. كده برضو كوسة. أنا بحب أعمل كوسة بالنعناع قوي، وبعملها باللحمة الضاني، بتبقى في منتهى الجمال. النعناع الناشف. تمام. برضو هنا كيسين كوسة يعني يكفوني السنة كلها. الجزر بقى انا بحب احط الجزر لوحده، وممكن يعني لو عايزه جزر على البسله تمام مفيش مشكله. بس يعني لو حبيت اعمل اي وصفه فيها جزر بس، هعرف اطلع كيس جزر اخد منه اللي انا عايزاه وارجع الباقي. انما لو جزر على البسله مش هينفع افتح منه واطلعه، لان كيس طالما اتقطع ما ينفعش ارجع تاني. ما ينفعش ارجع تاني غير على الفريزر او على الحله. ما ينفعش اطلع منه حاجه واخلي الحاجه تانية تطلع منه غامقه او تسود، لا. هعبي بقى هنا كل المجموعه اللي انتوا شايفينها ديت. برضو كل واحد يعمل قد استهلاكه. يعني انا التعبئه دي استهلاكي انا. اللي ما شاء الله يعني عدد افراد اسرته كبيره ممكن يكتر يضاعف الكميه، واللي اقل من كده برضو يشيل منها شويه. يعني كل واحد يعمل الحاجه اللي تناسبه والحاجه اللي في مستطاعته. ودلوقتي الخضار رخيص جدا يعني عن كل طول السنه. يعني 12 شهر 11 شهر الحاجه بتكون يعني مش قوي. شهر واحد وشهر 2 بيبقى الخضار رخيص جدا وكتير وحلو جدا. تمام. هنا كده خلصت الجزر بقى، هخش على البسله. تمام. هنا كده هعبي البسله برضو. وبرضو هنا البسلة بقى هعبي كل يعني حاجه لو انا احتجت معايا. اعمل رز بسمتي بالخضار اي حاجة،
طبعا البسله دي هتنفعني، هاخد منها شويه وهشتغل منها. وفي كذا حاجه يعني غير ان انا اعمل بسله بس اعملها بالتسبيكه، لا، في كذا طريقه للبسله. تمام، اهم حاجه هضغط وتطلع منها الهواء. بصي بقى يا ست الكل، الناس اللي بتقول لك البصل ازاي تخزني بصل، والله من احسن الوصفات اللي عملتها للبصل الطريقه دي، بس البصل الاحمر مش الابيض. وعايزه اقول لك ان انا الواحد مش بيخزن لان هو ايه لرمضان بس، لا، انا بخزن لطول السنه. ليه؟ انا ممكن في وقت ما يكونش معايا فلوس خالص، وده طبعا كلنا كده وارد، فممكن اطلع اي حاجه من ديت وشويه رز واعمل حله خضار وشويه رز والدنيا تمام والحمد لله والدنيا هتمشي تمام. البصل مثلا ساعات بيجي اوقات بيدينا اسعار خياليه، بيبقى غالي جدا جدا وما بنعرفش حتى نجيب كيلو على بعضه. انا ممكن اطلع من اللي انا مخزناه. يعني التخزين ليه كذا فوائد انت ما بيبقاش معاكي فلوس اوقات كتير قوي، وساعات بتبقى الحاجه غاليه قوي بتطلعي منها. وبرضه ممكن اكون تعبانه، اكون مش قادره انزل مكسله، الدنيا بره بتشتي، يعني اطلع الحاجات دي واشتغل منها. بصوا بقى هنا انا هفرمه بس مش هنعمه قوي، مش هخليه ميه خالص، يعني 3 4 ضربات وهقف على كده. بصوا بقى هعمل شويه شويه عشان اعبيه، علشان ريحته ما تغيرش مني على طول، يعني شويه واعبي وبعد كده هكمل واعبي. ادي كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا البصل رخيص ب 12 جنيه ولا حاجه، غير في الصيف بيبقى اسعاره غالي قوي. انا هنا كده هفرم نص فرمه، شايفين ازاي؟ مش منعمه خالص. تمام، هفضي وهعبي الحاجات دي وارجع اكمل تاني، علشان عندي البصل ما يعملش ميه وفي نفس الوقت برضو ريحته ما تغيرش مني. تمام. بصي بقى يا ست الكل، هنا هتجيبي الكيس وهعبيلك البصل. انا مش عايزه كيس البصل مليان كتير، مش تحطي لي حبه كتار كده تكلكعي لي الكيس وتقولي اصل البصل بطلعه عامل زي الطوبه مش عارفه افكه، بس انا لما يفك ريحته تتغير. لا، خدي بالك كده، في حاجات بسيطه بس تكات مهمه هتريحك طول السنه. يعني انا هنا كده بمسك البصل بفرده، بخليه مفروض في الكيس قوي. تمام، اهو زي ما احنا شايفينه كده، هبططه وهطلع الهواء انا وببططه اهو زي ما انتوا شايفين، عشان برضو الحاجات دي ما تاخدش مني مكان. خلاص كده. بصي بقى هتعملي ايه، هجيب ظهر السكينه ظهرها وهبتدي اجيب البصل هقطعه 4 ارباع، وهقولك برضو دي مهمه ليه. شايفين بظهر السكينه كده هعلم، بس انا عايزه افصله عن بعض. هوريك ازاي يتفصل عن بعض، وهوريك الحركه دي مهمه هتفيدك ازاي. شايفين؟ ادي 4 اهم، 4 مكعبات انا عملتهم. هركن بقى وهبتدي اعبي تاني. تمام، هخلص بقى الكميه كلها على نفس النظام ده. عايزه اخزني 2 كيلو 3 كيلو، ما عندكش مكان، عندك مكان، ربنا يعني يوسع عليك وعلينا، اعملي اي كميه تناسبك. وبرضو عندي بصل كتير، يعني انا راكناه كده بشتغل منه يومي، بس البصل ده انا ما باجيش جنبه غير الضروري قوي. خلاص كده. هنبتدي بقى كده بظهر السكينه 4 كده، هعلم على 4 اهو. شايفين؟ ادي 4 مكعبات معايا. هخلص كل الكميه وهبتدي اعبيها كده، وهعمل برضه نفس حركة السكينة. تمام هنا. يلا بقى نصلي بينا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايوه. تمام. بصي لو انت خايفة ومش معتمدة الطريقة دي، انت ممكن تجيبي كيلو واحد بس تشيليه وشوفي النتيجة وهتدعيلي ان شاء الله. يعني انت هتتعبي يوم واحد في المطبخ بس هترتاحي كتير قوي. اي خضار قدامك تحس ان هو سعره حنين عليكي جيبيه على طول، مش لازم تجيبي المجموعة كلها وتخزنيها، لا. لو انت حتى لقيتي الجزر رخيص، اجيب جزر وانضفه واقطعه واشيله في كيس. مرة تانية ربنا سهلها ولقيت البسلة حنينة عليا، اجيب 2 3 كيلو واخزنهم ان شاء الله حتى كيلو واحد.
لقيت شوية بصل كده حلوين مثلا سعرهم مهاود، اخدهم واعملهم. يعني مش لازم كله مع بعضه، انا بس بديكي الفكرة وانت تطلعي منها اللي يناسبك واللي انت عايزة تعمليه. كده بقى هخلص كل الكمية معايا. تمام كده، صحصحوا بقى معايا ما تناموش. ايوه كده، خلصت انا بقى البصل بسلام وتمام. كده البصل خلص، مش هيستنى كتير، هيخش معايا على الفريزر عشان اجمده، وهوريكي هعمل ايه بحركة السكينة دي. الطماطم عندي اتسبكت قوي والزيت بتاعها طلع على الوش اهو. بصوا بقى هنا، هي كانت دافية مش سخنة. انا بالنسبة لي دافية لأن الدنيا بره كانت ساقعة جدا، فبالنسبة لي بقى المطبخ كان دافى والحلة دافية والحياة جميلة جوه المطبخ، ما كنتش عايزة اطلع من المطبخ خالص. اي كوباية عندك هتلبسها في الكيس عشان تضمني الحاجة ما تقعش منك وما تهدريش، لان مش هينفع انا بوفر للسنة كلها واجي اهدر اي حاجة تقع مني. اهو زي ما احنا شايفين كده، عبيت الكيس برضو التعبية اللي انا عايزاها اللي تناسبني انا شايفة ان ده كده حلو عليا قوي. تمام كده خلاص الكيس، وهركن وهركن لغاية لما يبرد. لما يبرد بقى كل ده هيخش الفريزر كده، درجك تطلعيه تغسليه وتنشفيه كويس، وتمسكي بقى ترصي فيه كل حاجة شبه بعض، ترصي جنب بعض. ما تعمليش والنبي كيس شرق وكيس غرب وكيس تحت وكيس فوق، تيجي تطلعي تكرهي عيش كلها، تلاقي الحاجة كلها على بعضها. صدقيني النظام والنظافة أهم حاجة في البيت. يعني عندي مثلا ما افتح الفريزر عندي الاقي البسله تحت بعض متطبقه تحت بعض، الطماطم درج لوحديه، البصل فوق بعض متطبق، التوم جنبيه متطبق، كل حاجه مكانها. ده حتى لو انا مش فاضيه او مش في البيت واتصل بيهم طلعوا لي كذا من الفريزر بتبقى سهله جدا. ما يفضلوش بقى يدوروا لي من تحت وفوق ويقلبوا لي الدنيا مش لاقيين، لا 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 لا، كل حاجه موجوده وكل حاجه حطاها حافظه في الدرج الكام. يعني عندي اول درج عاملاه لايه، التاني لايه، التالت لايه، كل حاجه انا مصنفاها لحاجه معينه. وعلمت ولادي على كده، يعني لما اقول مثلا البنت افتحي الدرج التالت بتبقى عارفه الدرج التالت فيه ايه. هنا بقى خلاص الكميه معاكم. خلاص كده انا صفيت الحله كلها وخلصت الكميه اللي انا عايزاها. اقفلي بقى الهوا كده وابتدي ايه لفيه. اهو زي ما احنا شايفين كده تبرد بس. ادي انا كنت جايبه سبانخ برضو نضفتها بالخضره بتاعتها وعملتها، ادي البسله في كيس، ادي الجزر في كيس، الكوسه، شوربه الخضار، كل حاجه صنفتها لوحدها طلعت منها الهوا. اهم حاجه ادي القوطه، بصوا بسم الله ما شاء الله، السكر بيخليها جميله محمره وطعمها جميل. ادي كل حاجه هنا معايا خلصت، كل حاجه خزنتها زي ما انتم شايفين كده. تمام. معلش بقى انا رجعت معاكم كتير وصدعتكم، بس بديكم معلومات والله مهمه جدا. بصوا بقى هنا كان دخل الفريزر وجمد ازاي، ده الكلام ده تاني يوم بقى الصبح. بصوا بقى هكسرها كده هتتكسر معايا، شايفين؟ دي فايده اللي انا قسمته بالسكينه بظهر السكينه. ادي اول ربع، طبعا الربع ده ممكن يعمل لي اكله، عايزه ازود ادي ربعين. تمام. هخلص وهركن واشيل الكيس، هاخد ربع في ربع، هاخد استهلاك